بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وكنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا وما رأيتني ساجدين. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إلا الشيطان إلا ذلك عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يجوز عن وجه آيات للسائلين. قالوا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إنا ولنعبد إلا ما لفي ضلال مبين. وأمره أرض يخلق لكم وجوابكم وتكون من بعدهم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة جب يتخذ بعض السيارة أنفاس فاعلين. يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون. معنا جنتنا وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم غافلون. أكله الذئب ونحن عصبة إنا إلى الله خاسرون. فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن يذهبوا بي يا غد جبي وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون. اللهم إلى من يقولون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصي بدم كذبا قال بل سولت لكم أنفسكم ولا صبر جميل وما المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هؤلاء وبادروا بالله والله عليم بما يعملون. بثمن بسيط دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده فآتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إن ربي أعلمك إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك نبذ الرسول إنا من الهدى المخلصين. فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجنه عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من النياء كان قميصه قد من قبل قد نظر من الكاذبين. قميصه قد من قبل فكذب من الصادقين. قد من قبل قال إن من كيدكن إن كيدكن عظيم. وسبحي لربك إنك كنت من الخاسرين. في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي وشربها وإنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا قدر إن هذا إلا ملك كريم. قالت ذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعطف وإذن فما أمر ليس
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا كلمتي كيد الناس إلينا وأكن من الجاهلية لو نقول سامحنا كيد النينا وسمع عليه لهم ببدء ما ولا يأتنا حتى قد أرنا الزين فطلعني ولا عدونا إني أراني أعذرها من الله غار إني أراني أعمل فوق رأسي قلت أن تقول تلمن نفسنا لتأويل لك من المرسلين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي أن يترك ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الواحد القهار أتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك دين غير الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر إلا فتأكل طير من الذي وليأكل الذي فيه تستفتيان قال للذي ظن أنه ناج من مذكرني عند ربك فأنت أرجعت عن ربي فلبث في السجن بضع سنين قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيام لوابتوني برؤياي كنت للرؤيا تفرون أحلامي ومعنى بالتأويل الأعلام بعالمين قال الذي نجا منهما واتبعت أمتنا أبلغكم بالتأويل فاحسبوه يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 ثغرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع للناس لعلهم يعلمون قال تدرؤون 7 سنين تأبون وما عددتم من العلوم سنبلين وقليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تسرون ذلك أمر به يغاث الناس وفيه يسرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن عزت أبوانا واتبع النسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ما أبرئ نفسي إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين على قتال إني حفيظ عليم مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء